السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النية هي أساس العمل، فقد روى الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن من الناس من يظن أن النية لا بد أن يتلفظ الإنسان بها، فمن الناس مثلا من إذا أراد أن يتوضأ قال: نويت الوضوء، وهذا خطأ، بل تقول بسم الله وتتوضأ، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الناس من إذا صلى قال: نويت أصلي الظهر، الله أكبر، وهذا خطأ أيضا، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ بالنية، وإنما الذي رواه الحاكم والبيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل على الصلاة رفع يديه وكبر وطأطأ ببصره إلى الأرض، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نويت الصلاة أو نويت فرائض الصلاة أو نحو ذلك. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه بسند صحيح ولا ضعيف أنهم كانوا يتلفظون بالنية على الوضوء ولا يتلفظون بالنية أيضا على الصلاة. بل ومن الناس من إذا أراد أن يصوم يقول: نويت صيام رمضان أو نويت غدا من رمضان، ويظن أنه بذلك قد نوى. لا، النية أيها الأحباب محلها القلب ومعناها القصد، بمعنى أنك إن تسحرت فقد نويت، يعني قصدت، وإن فتحت الماء وبدأت تتوضأ قلت بسم الله بدأت فقد نويت، وإذا وقفت بين يدي الله عز وجل مريدا الصلاة ووقفت وقلت الله أكبر فقد نويت. إذا لا تتلفظ بالنية، بل حتى الحج الذي ينبغي أن تتلفظ وتعين فيه النسك الذي تريد أن تدخل فيه، حج تمتع أو حج قران أو حج مفرد أو عمرة، لا تتلفظ بالنية، لا تقول نويت الحج ولا تقول نويت العمرة، وإنما تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. إذا التلفظ بالنية أيها الأحباب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. بقي سؤال: لو قال قائل: ولو قلت نويت الصلاة هل آثم؟ لو قلت نويت الوضوء هل آثم؟ أقول لك نعم، لو تعمدت ذلك تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي من تعبد بعبادة ليست على هيئة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على شرعه فهي مردودة عليه. فمن زاد على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا فهو مردود عليه. إذن إخواني الكرام، أنت إذا أردت الوضوء قل بسم الله وتوضأ، إذا أردت الصيام قل بسم الله أو تسحر واقصد ذلك، إذا أردت الصلاة فكبر، وإذا أردت الحج فقل لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة. لكن النية الحقيقية أن يكون هذا العمل لله، لا تريد به إلا وجه الله، وهو ما يسميه العلماء بالإخلاص. والإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به مدحا ولا سمعة ولا شهرة ولا دنيا، وإنما تريد الأجر من الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.